السلام عليكم. سنتعرف في هذا الفيديو على سيد المنتخبات الإفريقية لكرة القدم، وسوف نعتمد على عدة عوامل كثيرة مثل تطور المواهب، التخطيط، ومدى استقرار المنتخبات. لكن هناك بعض المنتخبات التي تظهر بقوة ولديها فرص كبيرة للسيطرة على القارة في المستقبل. وهل المنتخب الجزائري ما زال ينافس؟ ستكون أشياء صادمة. خامس، كوت ديفوار، ساحل العاج، بطل كأس الأمم الأفريقية عام 2023. قوة كبيرة في السنوات الأخيرة مع جيل جديد من اللاعبين الموهوبين. استضافة البطولة والفوز بها يظهر مدى قوتهم على أرضهم وخارجها. منتخب ساحل العاج لكرة القدم هو أحد أقوى المنتخبات الإفريقية. يتمتع بتاريخ غني في كرة القدم الإفريقية، ويعد من المنتخبات التي تركت بصمة واضحة في البطولات القارية. رابعاً، منتخب نيجيريا لكرة القدم يملك لاعبين محترفين في الدوريات الكبرى بأوروبا. دائما منافس قوي في كأس الأمم الإفريقية، قاعدة جماهيرية ضخمة ودعم كبير من الدولة. هو واحد من أقوى وأعرق المنتخبات في القارة الإفريقية. يتميز بتاريخه الحافل بالإنجازات والمواهب الكروية التي تلعب في أكبر الأندية الأوروبية ثلاثة. مصر رغم غياب البطولات في الفترة الأخيرة تظل مصر مرشحة قوية بفضل تاريخها العريق، 7 بطولات إفريقية. وجود محمد صلاح كقائد للفريق بالإضافة إلى المواهب الصاعدة. خبرة في التعامل مع البطولات القارية. منتخب مصر لكرة القدم المعروف بلقب الفراعنة هو المنتخب الأكثر تتويجاً ببطولة كأس الأمم الإفريقية، ويعد من أقوى وأعرق المنتخبات في القارة الإفريقية. السنغال حامل لقب كأس الأمم الأفريقية عام 2021. منتخب مستقر يضم نجوماً مثل ساديو ماني وكاليدو كوليبالي. يمتلك قاعدة قوية من اللاعبين المحترفين وخطط تطوير مستمرة. منتخب السنغال لكرة القدم هو واحد من أقوى وأبرز المنتخبات في إفريقيا في السنوات الأخيرة. يعتبر من المنتخبات التي تنافس على الألقاب القارية والعالمية بفضل تطور مستواه وتواجد لاعبين محترفين في أندية كبيرة. وأخيراً، المرتبة الأولى، المنتخب المغربي، أداء مميز في كأس العالم 2022، وصوله إلى نصف النهائي. استثمار كبير في تطوير الأكاديميات والبنية التحتية. امتلاك لاعبين محترفين في أكبر الأندية الأوروبية. تصدر قوائم المنتخبات الإفريقية في تصنيفات الفيفا بشكل مستمر. منتخب المغرب لكرة القدم هو واحد من أعرق المنتخبات في القارة الإفريقية، ويعد من القوى الرئيسية في كرة القدم العالمية بفضل تطوره المستمر ونجاحاته الأخيرة في البطولات الدولية. لديه قدرة على التكيف مع مختلف أساليب اللعب بفضل المدربين والخبرة الكبيرة في البطولات القارية والعالمية. بالنسبة إلى المنتخب الجزائري، لم يكن من بين قوياء إفريقيا في هذا الموسم، رغم أن الجزائر كانت بطل كأس الأمم الإفريقية 2019، إلا أن المنتخب واجه صعوبات في النسخ الأخيرة من البطولة. ومع ذلك يظل منتخب الجزائر واحداً من القوى التقليدية في إفريقيا، لكنه لم يكن سيد إفريقيا في 2023. بالنسبة لكأس الأمم الإفريقية 2023، لم يتمكن المنتخب الجزائري من تحقيق نتائج قوية أو الوصول للأدوار النهائية. منتخب الجزائر لكرة القدم المعروف بلقب محاربو الصحراء هو واحد من المنتخبات الأكثر نجاحاً في القارة الإفريقية، وله تاريخ حافل بالإنجازات المحلية والدولية. يتميز المنتخب الجزائري بوجود لاعبين محترفين في أكبر الأندية الأوروبية، ويعتبر من الفرق التي تنافس بقوة في البطولات القارية. الخلاصة: قد يكون المغرب والسنغال هما الأقرب للسيطرة في المستقبل بفضل استثمارهم في الشباب والبنية التحتية، لكن المنتخبات الكلاسيكية مثل مصر ونيجيريا تظل دائما مرشحة للمنافسة. وفي نهاية المرجو الاشتراك في القناة وضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد.